السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم حبيباتي. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة تاع الروينة بالزبدة والعسل. يعرفوها بزاف الناس، تجي ما شاء الله. تبعوا الوصفة البنات الأخير. أنا عندي هنايا كيلة تاع العسل، يعني كيلة عسيلة. سخنتها وحطيتها هكذا، ذوبوا هذاك العسل وزيدوا ذوبوا كيلة تاع زبدة ماغارين هكذا. نستعفنوا دائما نفس المكيال هكذا. راح نضيف لهم هنا زوج مغارف تاع حليب. الوظيفه تاع الحليب هنا باش ما يحكمكمش هذاك الحريق البنات. كاين بزاف اللي ياكلوا الطمينه ولا الروينه يحكمهم الحريق. هذه كي ديروا هذه شويه تاع الحليب مش راح يحكمكم. نخلطهم مليح البنات حتى يدخل الزبده مع العسل، ما لازمش تطلع الزبده الفوق هكذا البنات هكذا. واللي ما قدرش تستعمل تمتم ضربه بالباتور وهي تهنت. انا استعملت الفوي هكذا وخلط مليح مليح. ومن بعد راح نضيف هنا راني دايره زوج كيلات بنفس الكيله هذيك الصغيره. بهذه الكيله درت زوج كيلات تاع روينه. هذه الروينه جبتها لي جارتي، نقولها شكرا ليك حبيبتي ربي يحفظك هكذا. ونبدا نخلط، راني ندير بشويه ونخلط البنات. خلطها مليح كيما راكم تشوفوا، تجي هايله وصحيه وبنينه. تحب تبدل بالزبده، تحب ديرها صحيه، تبدل الزبده تاع تبدل المقارين بالزبده تاع البقره، تجيكم ما شاء الله هكذا. نخلط مليح البنات ونديروها في طبسي هكذا البنات. انا حتى نكمل كميه كامله هكذا. في هذه المرحله تحبوا ديروا شويه لوز شويه كاوكاو، اللي كان عندكم مكسرات تحبوا ديروهم من الداخل يكونوا ملحيين رقاق ديروهم. زين اكتفوا بهذه الروينه فقط. نديرها في طبسي كما كنتوا تشوفوها تمشي سهله، تخلوهاش يابسه. علاش قلت لكم زوج كيلات، كيله تاع عسل وكيله تاع زبده وزوج مغارف تاع حليب، راح يجيكم هذا القوام. انا هذه الروينه شويه حرشه هكذا، سقمها مليح. انا شبعتها بشويه قرفه فقط. انتم تحبوا ديروا الجوز، تحبوا ديروا الجوز، كل واحده كل لوز كل وحده واش تحب تدير. انا درت الاضافه تاع القرفه فقط هكذا. والسلام، ان شاء الله تعجبكم البنات الطريقه هكذا. وزينوها كيما تحبوا البنات. انا درت لمسه تاع زنان غير بالقرفه برك. شهيتكم في الجنه البنات. قولوا لنا في لي كومونتير كيفاش تخدموها وواش تقولوا لها الروينه. هنا نصل الى نهايه الفيديو حبيباتي. شهيتكم في الجنه البنات. ومع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.